زي ما اتعودنا دايما على كل حاجه جديده يا شباب، النهارده جايب لكم سكريبت خطير جدا جدا. اعتقد انه مفيش واحد مننا مش هيحتاج السكريبت ده لما يكون هيشتغل على ادوبي افتر افكتس. تعال اقول لك المشكله اللي بتواجهك واقول لك السكريبت ده بيعمل ايه. المشكله اللي بتواجهك لما تيجي تنزل مشروع جاهز من على الانترنت وتبتدي ان انت تعدل عليه في ادوبي افتر افكتس، ممكن عدد الليارات اللي انت شغال عليها يخلص وتحب تضيف ليارات جديده. فكنا بنعمل ايه؟ على فكره المشكله دي جات لي اكتر من مره في القناه. كنا بنعمل ايه؟ بنجيب المشروع تاني من بره ونبتدي ان احنا نضيف ليارات جديده ولخبطه كتير كده، او كنا بنعمل يعني دوبليكيت لعدد مهول جدا من الليارات. ولكن النهارده انا جاي اتكلم معاك على سكريبت اساسا مش هتدفع فيه ولا مليم، وبضغطه زرار واحده هيعمل لك كل اللي انت عايزه. بس عايزك قبل ما تتابع الدرس ده انك تنزل دلوقتي تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وعايزك تتابع الدرس ده خطوه بخطوه. يا اهلا بيكم يا اجمد شباب، وزي ما اتكلمت معاكم في المقدمه على السكريبت الجامد اللي انا جاي اقول لكم عليه النهارده، خلينا على طول نبتدي مع بعض. وعايز اقول لك انه يعني هبتدي معاك كده خطوه بخطوه من اول ما تبتدي تنزل السكريبت وتحطه في ادوبي افتر افكتس، وبعد كده تبتدي ان انت تستخدمه. وفعلا مش هتعرف ميزه او المميزات اللي موجوده في السكريبت ده غير لما تقع في المشكله اللي انا شرحتها لك في الانترو، وساعتها فعلا هتوه وهتفضل تلف حوالين نفسك كده مش هتعرف فين حل المشكله دي. فتعالوا نشوف مع بعض كده بمنتهى البساطه والسهوله. كل اللي انت هتعمله ان انت هتدخل على الموقع اللي انا سايبه لك في صندوق الوصف او في الديسكربشن. هتلاقي الصفحه دي فتحت معاك، بيقول لك ترو كوم دوبليكيتور، يعني بيقدر ان هو يعمل لك دوبليكيت للكومبوزيشن بتاعك. بس هنا كده هتتفاجئ ان هو كاتب لك $24 زي ما انت شايف كده، بيقول لك $24. بس خلي بالك لو انت قريت الكلام اللي مكتوب هنا، بيقول لك لو انت هتستخدمه استخدام شخصي فممكن ما تدفعش فلوس خالص، فهو من غير ولا مليم. لو هتستخدمه استخدام تجاري لازم هيدي لك لايسنس ليه او رخصه ليه، فساعتها ممكن تدفع الثمن ده. فتعالوا يعني نيجي هنا كده ونكتب زيرو، انا مش هدفع فيه ولا مليم، انا هستخدمه ليا في الشغل بتاعي، فهكتب هنا كده زيرو. ما تقلقش خالص، اشتغل بيه زي ما انت عايز، مش هيعمل معاك اي حاجه خالص. بعد كده هتيجي هنا كده تقول له اد تو كارت. طيب خلينا نشوف مع بعض. هبتدي اضيفه بالشكل ده. بعد كده بيقول لي كده انك تروح للشوبينج كارت ده. طيب لو اختفت عندك كده بتلاقيه موجود في الايتم اللي موجود من فوق. انا نزلته اكتر من مره علشان اقدر اجرب وهل فعلا بينزل معايا بشكل يعني مجاني تماما. الموضوع يعني اهو بيقول لك هنا كده انك يعني مش هتدفع ولا مليم. بعد كده بقول له هنا كده بروسيسد. تعالوا ندوس على كلمه بروسيسد هنا كده، وبعد كده بكمل البيانات بتاعتي. طبعا بتكون مسجل على الموقع باي ايميل عندك او اي حاجه، بتكون مسجل عليه عادي جدا. بعد كده هنا بيقول لك ان انت مش هتدفع اي حاجه اهو. بقول له كده كونتينيو. الموضوع بسيط جدا، بيقول لي زيرو اهو زي ما احنا شايفين. بقول له بقى اديني الاوردر بتاعي. بصوا كده، طبعا هو دلوقتي بعت الاوردر على الايميل، بس مش لازم تدخل على الايميل عشان تقدر تنزل السكريبت ده. كل اللي انت هتعمله ان انت تدخل على ماي داونلود اند لايسنس من هنا كده. طبعا بصوا انا كميه يعني نزلته كذا مره اهو علشان اتاكد ان هو شغال معاك تمام مفيش اي مشكله. هتيجي هنا كده على السكريبت ده وتعمل له داونلود بالشكل ده. وهنبتدي بعد كده ندوس على ترو كوم دوبليكيتور كده. ابتدى ينزل معايا، نزل وكله تمام وزي الفل. هبتدي ان انا يعني اطلع بره الافتر افكتس اهو. نزل عندي السكريبت بتاعي. كل اللي انت هتعمله ان انت هتفتح وتفك السكريبت اهو لانه مضغوط. وهتيجي هنا كده، طبعا كل شويه اصلا بيحدثوه، فالموضوع يعني كل شويه بيتعمل له ابديت. فهنيجي بعد كده علشان تاخد السكريبت ده وتحطه في المكان بتاعه. طبعا هنا لو قريت كده ريد مي دي، لو فتحتها كده بيقول لك انت تقدر تحط السكريبت فين، بس انا هسهل عليك الدنيا. طبعا هتاخد كوبي للسكريبت ده، كلنا عارفين اهو. يعني لو انت مش عارف ازاي تقدر تضيف السكريبت، الموضوع سهل جدا. كل اللي انت هتعمله ان انت هتاخده كوبي كده. لو انت ماك او ماكنتوش يعني هتبتدي تدخل على الابلكيشنز، فانا هاجي هنا كده وادخل على الابلكيشنز بالمنظر ده، وهطلع فوق على ادوبي افتر افكتس 2025 اهو، او ايا كانت النسخه اللي موجوده عندك. طيب لو انا ويندوز، لو انت ويندوز هتدخل على ال سي وهتدخل على بروجرام فايل، وبعد كده هتلاقي جواها الادوبي، برامج ادوبي هتدخل عليها، تدخل على الافتر افكتس وهتكمل باقي الخطوات زي ما انا هكملها معاك هنا. فهبتدي ان انا افتح كده الافتر افكتس بالمنظر ده، وبعد كده هدخل على السكريبتس هنا كده، وهبتدي ادخل على القائمه بتاعه السكريبت يو اي بانل. تمام. ومن هنا كده هتبتدي ان انت تضيف السكريبت. طبعا انا ضايفه هنا كده فمش هضيفه تاني. طيب حبيت تضيفه بره برضو عادي هتضيفه بره، بس لو ضفته بره هتجيبه من مكان مختلف في ادوبي افتر افكتس. بس احنا متعودين نضيف السكريبتات بتاعتنا في اليو اي بانل بالشكل ده. انا ضفته دلوقتي. تعال بقى اقول لك السكريبت الخطير ده بيعمل ايه. انا دلوقتي جايب مشروع جاهز عندي وهبتدي ان انا اعدل عليه. فالمشروع الجاهز بتاعي اهو عباره عن يعني صور كده بيتعمل لها سلايد شو كده. خلينا نفتحه مع بعض.
فتح معايا. طبعا التحذير هنا بيقول لي او الورنينج اللي ظهر ده بيقول لي ان النسخه اللي معمول عليها البروجكت ده مش نفس النسخه اللي عندك. مفيش اي مشكله، النسخه اللي عندي احدث فمفيش اي مشكله، بدوس اوكي. طيب بص بقى اللي انا جاي اتكلم معاك عليه النهارده، انه هنا كده في عدد سلايدات معينه موجوده في البروجكت ده. افرض انا حبيت ازود عن السلايدات دي. يعني ايه حبيت ازود عن السلايدات دي؟ يعني لو جينا كده لاحظنا، بصوا كده، انا جيت هنا كده مده السلايدات دي كلها لغايه الاخر كده مدتها كده دقيقه و6 ثواني و4 فريم. طيب افرض انا عايز استخدم دقيقتين، عايز اعمل 3 دقائق من البروجكت ده، فهعمل ايه؟ اولا علشان تعدل في الكومبوزيشن ده تزود المده بتاعته، كل اللي انت هتعمله هتدوس على كوماند كي او كنترول كي، هتبتدي تدخل على الكومبوزيشن بتاعك، السيتنج بتاعتك، وتيجي هنا كده بدل ما هو دقيقه هقول له انا عايزه دقيقتين مثلا. طيب انا كده زودت الكومبوزيشن بتاعي، المده بتاعتي اهي زادت. كل اللي انا هعمله دلوقتي، اولا هنا اللاير ده مقفول، نقدر ان احنا نشيل علامه القفل اللي موجوده عليه. لو جيت سحبت اللاير ده هيتسحب معاك عادي كده، عشان نطوله نخليه على قد المده اللي احنا عايزينها. وبعد كده عندي حاجه اسمها لايت ليكس هنا، طبعا ممكن نفك برضو علامه القفل. اللايت ليكس دي سهل جدا ان انا اكررها، يعني انت لو جيت على اللايت ليكس دي وعملت دوبليكيت كده اهو، وجيت سحبتها بالشيفت هتتحط هنا، فهتكمل معاك عادي جدا. انا بعمل شيفت كده علشان تقف في المنطقه دي. فهنا اللايت ليكس مكمل معايا، كل الحاجات شغاله معايا. ايه بقى اللي فيه مشكله؟ اللي فيه مشكله هو السلايدز نفسها، هي الحاجات اللي موجوده هنا، السلايدات اللي موجوده هنا كده. افرض انا عايز ازود بقى هنا، يعني انا خلصت السلايد ده لغايه هنا وحبيت ان انا ازود واحد جديد بقى، هتيجي انت تعمل بقى ذكي وتقول لي طب ما سهل جدا، هاجي على السلايد ده كده واعمل دوبليكيت كنترول دي او كوماند دي. يا باشا زي الفل، انت عملت كده قصه حلوه جدا. بس خلي بالك بقى، بص للفكره، هتيجي هنا كده هتروح عامل ده كده، انا عملت دوبليكيت، خلي بالك الدوبليكيت ده خد نفس السلايد اللي قبله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني خلينا ندخل على السلايد اللي قبله. السلايد اللي قبله ده كان رقم كام؟ كان س 19. خلينا نطلع فوق على البروجكت الاساسي بتاعنا كده ونشوف السلايد ده موجود فين. خلينا ندخل كده، ادي س 19. بص بقى، انا هاجي على الهولدر هنا كده اللي هو س 19 ده وهحط صوره. بص هاجي هنا كده فتحت الهولدر، همسح اللي موجود وهبتدي ان انا اضيف صوره من بره. طيب خلينا نضيف مجموعه الصور اللي انا جايبها عشان نجرب عليها. ادي صوره 2 3 هنبتدي ان احنا نحطهم. خلينا نحطهم كده في فوق لوحدهم. ادي الثلاث صور بتوعي. هبتدي ان انا انزل اي صوره منهم، ولتكن مثلا الصوره دي، وابتدي ان انا اعمل سكيل وابتدي ان انا احطها بالشكل ده. خلي بالك بقى، انت دلوقتي حطيتها في الاولاني ده، فالموضوع شغال وزي الفل اهو. ادي الصوره اتضافت وممكن هنا اغير الكلام عادي جدا. بص بقى المشكله فين؟ المشكله لما تيجي على السلايد التاني هتلاقي نفس الصوره، لانه ده متاخد من ده فعمل دوبليكيت ليه، فمش هينفع تغير الصوره دي. طب هتقول لي سهل جدا، اروح داخل على السلايد ده كده وادخل على الهولدر اللي فيه وامسح الصوره دي واحط الصوره الثانيه دي اللي هي الصوره دي، وابتدي اعمل سكيل واصغر. ماشي. بص بقى لما تطلع بره هتلاقي ان السلايد ده اتغير فيه الصوره والسلايد الثاني نفس الصوره، لانك انت واخد منه دوبليكيت، فهنا في مشكله. هتقول لي طب ما سهل جدا. بص انا بقول لك المشكله الكبيره اللي احنا بنقع فيها يعني. طب هتقول لي سهل جدا، هروح واخد ال السلايد ده هنا كده، هنزل عليه ادي السين 19 وهعمله دوبليكيت من هنا. دي طريقه صح، بس خلي بالك برضو مش هتنفع. بص لو انت جيت عملت دوبليكيت للسلايد ده من هنا فبقي رقم 20، لما تيجي تنزله هتلاقي نفس القصه حاصله معاك اهو. هنزله هنا كده هلاقي نفس الصوره. طب لو دخلت عليه وحبيت ان انا اغير الصوره دي همسحها مثلا كده، لو طلعت بره هتلاقيها ممسوحه في الاولاني وممسوحه في الثاني. يبقى برضو حتى لو كررته في قائمه البروجكت، لانك لازم تكرر كل الليارات اللي جواه او كل الحاجات اللي موجوده بكل الداتا اللي جواه لازم تكررها. فطبعا الموضوع، شايف بقى الموضوع مرهق ازاي؟ طبعا هتحتار وهتلاقي يعني مفيش حل في الموضوع ده. بس تعال نشوف بقى السكريبت بيعمل ايه. خلينا نمسح اللي احنا عملناه ده. يعني هاجي اكرر ده. طيب اكرره ازاي؟ هقف عليه بالمنظر ده، هاجي بقى على قائمه الويندو من فوق وهجيب السكريبت اللي انا نزلته دلوقتي ونشوف هنعمل معاه ايه بقى. طيب خلينا نيجي كده على السكريبت ندور عليه. فين السكريبت بتاعنا؟ السكريبت بتاعنا موجود هنا. وعايز اقول لكم ان السكريبت ده مش انا اللي قلت عليه، لكن صديق القناه عندي روماني. شكرا يا روماني على انك وضحت لي السكريبت ده. هو كان طالبه مني، بيقول لي في سكريبت اسمه كذا، فانا لما دورت لقيت ان السكريبت ده فعلا موجود وبشكل مجاني نقدر ان احنا نتعامل معاه. فشكرا يا روماني، طبعا كل الحق لازم يرجع لاصحابه. خلينا نيجي كده نفتح السكريبت بتاعنا بالمنظر ده. هتلاقي فيه تفاصيل كتير جدا، ما يهمنيش كل التفاصيل دي لان هو مليان تفاصيل وكلها حاجات مهمه على فكره، يعني بيعمل حاجات كتير جدا. ولكن كل اللي يهمني هو الفكره بتاعت الدوبليكيت سيلكتد هنا. انا ممكن كمان اعمل عدد لا نهائي من السلايدز اللي موجوده عندي. طيب حلو جدا.
خليني كده اجي ادوس على السلايد اللي انا عايز اكررها اللي هي رقم 19 دي، واقول له اعمل لي منها اتنين نسختين، تمام، واقول له كده دوبليكيت سيلكتد. خلص الموضوع، دوس اوكي، عمل دوبليكيت. خلينا نقفل السكريبت ده خلاص، ونيجي ننزل كده هنلاقي ان هو عمل لي نسخه س 20 وس 21، وخلى لك كمان الهولدر 20، وخلى لك هنا كده في حاجه اسمها هولدر 21 اهي، لانه كرر السلايد نفسه مع الصوره، فده المهم جدا. طب حلو، تعالوا نختار كده س 20 ونحطه هنا، وهاجي هنا احطه في عند المارك دي مثلا كده. تعالوا نيجي على 19 اللي احنا كنا بنحط فيه الصوره في الاول، هاجي على الهولدر رقم 19 كده وهضيف الصوره بتاعتي الاولانيه. بص بقى كده، فابتدي ان انا اعمل كده وانزل اضيف الصوره الاولانيه. هنا لما تيجي على الاولاني ادي الصوره الاولانيه، لما تيجي على الثاني هتلاقيه واحد جديد بقى، لانه عمل دوبليكيت لكل الليارات اللي موجوده جواه. طيب خلينا نيجي على رقم 2 دوت اللي هو 20 اهو. بص ادي س 20، فين س 20؟ هندخل على الهولدر 20 ده، ونبتدي ان احنا نعمل ايه، نحط صوره مختلفه. دي صوره تانية غير الصوره اللي انا ضفتها في الاول. بص كده، وانزل كده الهيدروم بتاعي واطلع بره بقى. ادي الصوره الاولى وادي الصوره الثانيه. يلا ضيف بقى زي ما انت عايز. فطبعا سكريبت جامد جدا، تقدر تضيف عدد لا نهائي وانت في مكانك من غير ما تجيب البروجكت تاني من بره ومن غير ما تعمل اي حاجه. طبعا بتمنى يا شباب ان الدرس بتاع النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم يا ريت ندوس لايك على الفيديو ونشير الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي علشان الكل يستفيد. وكمان اللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت ينزل دلوقتي يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. شكرا ليكم واشوفكم في درس جديد من دروس ادوبي افتر افكتس CC.